ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ فيديو النهارده عن الكبسه. طبعا الكبسه من الاكلات الخليجيه المشهوره اللي ممكن نقدمها باللحمه او الفراخ. النهاردة هنقدمها بطريقه سهله وبسيطه وعلى اصولها. المقادير: معانا فرخه قسمتها نصين، ممكن تقطعوها زي ما تحبوا، ممكن 4 ممكن 8 زي ما تحبوا. معايا 2 حبه طماطم مقطعه صغير، معايا 2 جزره مبشوره، 2 فلفل حار، معلقه كبيره كركم، 2 بصله مقطعه صغير، 2 معلقه كبيره صلصه، معايا بهارات صحيحه، ليمون جاف، 2 عود قرفه خشب، قرنفل، فصوص حبهان، 5 فصوص حبهان، ورق لورا جاف، 5 فصوص توم، بهارات، معلقتين بهارات كبسة ناعمة مطحونة من عند أي عطار أو أي نوع بهارات في السوبر ماركت مخصوصة للكبسة انتوا تحبوها. الخطوة اللي بعد كده يا حبايبي، جبت حلة فيها معلقة كبيرة زيت ومعلقة كبيرة سمن، وهنزل بالبصل وهقلب البصل كويس لحد ما يدبل زي ما انتوا شايفين كده. طبعا الكبسة من الأكلات اللي ينفع نقدمها في عزومات، في مناسبات، هي ناس كتير بتحبها. كمان تحضيرها سهل، طبق رئيسي، من الأكلات اللي بتوفر في المجهود وفي الوقت. يعني احنا كل اللي هنستخدمه حلة واحدة بس اللي هنعمل فيها الكبسة. مفيش بقى أطباق كتير ولا حلال كتير ولا كركبة في المطبخ. طبعا الستات اللي بتحب تشتغل وراجعة من الشغل مزنوقة، هنا بقى في الخطوة دي انا ضفت فصوص الثوم زي ما انتوا شايفين، واقلبها كويس مع البصل لحد برضو ما تدبل. بعد كده نزلت بالبهارات الصحيحة اللي هي القرنفل وورق اللورا والقرفة الخشب واللومي او الليمون الجاف. بعد كده نزلت بالقرنين الفلفل الاخضر، هقلبهم. عايزه اقول لكم بقى الريحه طالعه خطيره بجد، ريحه البهارات كده مع البصل ميكس حلو قوي. بعد كده نزلت بالجزر المبشور، هقلبه كويس مع البهارات والبصل والثوم. ريحه بجد تحفه، تجنن بصراحه. كده لحد ما هخليهم على النار كده، هبدأ انزل بالبهارات والكركم، بهارات الناعمه، وهقلبهم كويس زي ما انتوا شايفين كده. ما عاوزه اقول لكم، لو انتوا كمان بتفكروا تعملوا عقيقه، انتوا ممكن تعملوا الكبسه مع لحم او كده مع العقيقه اللي انتوا بتعملوها. برضو بتبقى حلوه قوي على فكره في العقيقه. انا هنا ضفت معلقه كبيره بابريكا وقلبتها، ونزلت بالطماطم وهقلبها برضو، ومعلقتين الصلصه، وهقلب كله مع بعضه كده. الريحه بجد خطيرة خطيرة بجد. الريحة، عايزة اقول لكم انا طول الوقت ريحة البهارات وانا بقلبها مخلياني مستعجلة عليها. هنا نزلت بالفراخ. طبعا الفرخة دي انا مجهزاها من قبلها ومنضفاها كويس ومتبلاها. هديها صدمة وتشويحة في الخليط البهارات مع البصل بقى ده، مع الميكس ده كله. وبعد كده نبدأ ايه، نقلبها على الجنب التاني زي ما انتوا شايفين كده. شايفين بقى الجمال والحلاوة بقى بتاعت اللون بتاعها، تحفة بجد. اللون الكركم اصلا والبهارات بتخلي الفراخ طعم حلو كده. الفراخ بتشرب من الصوص ده ومن البهارات دي، بيطلع طعمها حلو الفراخ في الكبسة. هنا بقى هضيف لتر ونص مية مغلية، انا كنت مجهزاها زي ما انتوا شايفين كده، وهغطيها بقى ونسيبها على النار. المرحلة دي بقى هنجيب الكوبين رز بسمتي، وهضيف عليهم مية مغلية، وهسيبهم حوالي ربع ساعة لتلت ساعة بالكتير او 20 دقيقة. زي ما انتوا شايفين هقلبه كويس. لازم الرز البسمتي انقعه، يعني ننقعه كويس. هنا بقى اسيب الرز منقوع بقى، ونروح نشوف الفراخ بتاعتنا اكيد استوت، ونطلعها من الشوربة. هنا بعد ما طلعت الفراخ واستوت، هبدأ بقى انزل بالرز بتاعي. اهم حاجة ان كمية الرز تتناسب مع كمية المية او الشوربة اللي عندنا، لا تبقى اكتر ولا تبقى اقل. يعني هقلبه كده كويس زي ما انتوا شايفين. وهسيبه وقت قد ايه بقى؟ هسيبه وقت نص ساعة، هيستوي خلال نص ساعة. انا هغطيه ونروح بقى للفرخة بتاعتنا.
هنا الفرخة بتاعتنا بعد ما استوت هحضر صلصة طماطم وفرشة، وهبدأ ادهن الفراخ بيها. هدهنها كويس بصلصة الطماطم وهدخلها تحت الشواية تاخد لون، وهقلبها على الجنب التاني برضو على الجنبين تاخد لون علشان هنقدمها فوق الرز. عايزه اقول لكم ان الكبسه دي انا بسميها اكله الزنقات، يعني لو مزنوقه في الوقت بجد بستسهل. اسهل حاجه ممكن الواحد يحضرها على الغدا هي الكبسه. طبعا الكبسه بنقدم معاها سلطه الدقوس الجميله، ومقاديرها سهله خالص، وهكتب لكم المكونات بتاعتها في صندوق الوصف. في الكبه هنضيف بقدونس وكزبره وبصل اخضر، عصير ليمونه، طماطمايه، معلقه كبيره صلصه، معلقه كبيره زيت زيتون، وهنضربهم في الكبه. ودي بتبقى طعمها حلو قوي مع الكبسه، بتديها طعم جميل جدا. وهنا الكبسه بعد ما استوت وقدمتها في الصينيه، بجد طعمها تحفه جدا، هتعجبكم. جربوها الطريقه دي وان شاء الله مش هتندموا. لو عجبتكم الوصفه ما تنسوش تفعلوا زر الجرس وتعملوا لايك وسبسكرايب. لو عندكم اي ملاحظات اكتبوا لي في الكومنت.